بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم المخصصة لمتابعة كل جديد حول أحوال الطقس في المغرب. قبل أن ندخل في التفاصيل، نذكركم بأهمية دعم القناة من خلال الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب حتى تصلكم النشرات اليومية والتحذيرات الجوية فور صدورها. دعمكم يجعلنا نستمر في تقديم هذه الخدمة لكم يوميا وبأكبر قدر ممكن من الدقة، فلا تبخلوا علينا بمشاركتكم حتى نكون جميعا على أتم استعداد لأي تغير مفاجئ في الأجواء. متابعين الأعزاء، ننتقل الآن إلى التفاصيل، حيث تشير المعطيات الجوية الأخيرة إلى أننا مقبلون على فترة غير مستقرة تمتد من اليوم وطيلة الأيام المقبلة بحول الله تعالى. هذه الفترة ستتميز بظهور سحب ركامية كثيفة ستعطي زخات مطرية قوية وعواصف رعدية متفرقة، مع احتمال تسجيل تساقط البرد وهبوب رياح عاصفية محليا. ابتداء من اليوم ينتظر أن تتشكل خلايا رعدية فوق المرتفعات بالأطلس الكبير والمتوسط، مع امتدادها نحو السفوح الجنوبية الشرقية وبعض المناطق الداخلية. هذه الزخات ستتفاوت في قوتها، لكنها ستكون أحيانا غزيرة في فترات بعد الزوال والمساء، وقد تتسبب في جريان بعض الشعاب الصغيرة بشكل مفاجئ. أما يوم السبت فالمعطيات توضح أن الاضطرابات ستزداد حدة، حيث من المنتظر أن تعرف مناطق الأطلس وما جاورها هطول أمطار رعدية قوية مصحوبة برياح عاصفية قد تتجاوز سرعتها المعدلات العادية. كما تبقى احتمالية تساقط البرد واردة، خصوصا بالمناطق الجبلية والسهول القريبة منها. هذا الوضع الجوي قد يشكل خطرا على حركة السير في الطرق الجبلية والممرات الضيقة، لذلك ننصح السائقين بتوخي الحيطة وتجنب المجازفة أثناء الفترات المطرية. بالانتقال إلى يوم الأحد فالوضعية الجوية ستعرف استمرارا للاضطرابات مع اتساع رقعة السحب الركامية، حيث ستشمل مناطق أوسع داخل البلاد. العواصف الرعدية قد تصل إلى السهول الداخلية وبعض المناطق الشمالية، مع تسجيل زخات مطرية غزيرة في فترات قصيرة. وهنا يبرز الخطر المرتبط بالفيضانات المحلية والسيول المفاجئة، ما يفرض على الساكنة القريبة من الأودية والمجاري المائية التحلي بأقصى درجات اليقظة وعدم محاولة عبور الأنهار الصغيرة خلال هذه الفترات. أما يوم الاثنين فستبقى الأجواء غير مستقرة، وإن كانت أقل حدة نسبيا مقارنة مع الأيام السابقة. مع ذلك تظل فرص هطول أمطار رعدية قائمة، خاصة في المناطق القريبة من المرتفعات، وقد تكون مصحوبة أحيانا برياح معتدلة إلى قوية. هذه الأجواء المتقلبة على الرغم من ما تحمله من مخاطر، فهي تحمل بشائر خير للفلاحين والمزارعين، حيث ستسهم في إنعاش المزروعات وتغذية الفرشات المائية والسدود، خصوصا بعد فترات من الجفاف ونقص التساقطات. متابعين الكرام، نوصي الجميع بضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية بشكل مستمر وعدم الاستهانة بالتحذيرات، لأن هذه الفترة تتميز بسرعة تغير الطقس من ساعة إلى أخرى، وقد تتحول الأجواء من مستقرة إلى ممطرة ورعدية في ظرف وجيز. لذلك من المهم أن يتخذ الفلاحون احتياطاتهم في الحقول، وأن يتجنب السائقون التنقل في الأوقات التي تعرف أمطارا غزيرة أو عواصف قوية. كما ننبه الساكنة القريبة من الأودية إلى ضرورة الابتعاد عنها وتجنب أي مخاطر. وفي الختام نذكركم مرة أخرى أن دعم القناة بالاشتراك ومشاركة هذا الفيديو يساعدنا على نشر الوعي بين أكبر عدد ممكن من المواطنين، حتى نكون جميعا على استعداد لمواجهة أي تغيرات جوية قد تحمل معها مخاطر محتملة. نسأل الله أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة ورحمة، وأن يحفظ بلادنا وأهلها من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.